المباراه ثبت اثر جيد جدا عند الجهاز الفني طبعا بالاستفاده الفنيه من هذه المباراه، ولكن الاستفاده الاكبر هي قصر حده عدم وجود النادي المصري في القاهره. وان شاء الله ده هيشجع النادي المصري في التواجد فتره مجبره في القاهره. تمام. ايضا من اتفضل يا كابتن. اتفضل. ايضا من اخبارنا الخاصه بالنادي المصري، النادي المصري بدا يتعرض لازمه ماليه كبيره جدا. النادي المصري بيمر بضائقه ماليه جدا كبيره، يمكن هو بيحاول ان هو يصرف الاقساط الشهريه للعيبه، ولكن الازمه الماليه طبعا بتمنعه من ذلك. قدم طلب لوزير الشباب والرياضه، وكان في جلسه قبل العيد الاضحى بين رئيس النادي المصري و سيادة الوزير، وايضا قدم طلب لمقابله وزير السيد المحافظ اللواء سماح حنديل اللي وصل من الحج منذ ايام، يعني بيحاول ان هو ياخد دعم من الوزاره او من المحافظه. ايمن، كيف تسير العلاقه بين الكابتن طارق يحيى ومجلس الاداره؟ العلاقه كلها فيها حب وموده. يمكن مجلس الاداره يعني خلينا اكلم حضرتك بصراحه كابتن، ان بعد اقاله الكابتن حسام حسن من من نادي الزمالك، جدع ان انت فهمتني. انتشرت شائعات داخل بورسعيد بعوده حسام حسن مره اخرى. يمكن حضرتك عارف ان بورسعيد مرتبطه بالكابتن حسام حسن، ويمكن كان في مفاوضات قبل ما يتولى نادي الزمالك مع الكابتن حسام حسن يتولي اداره النادي تولي القياده الفنيه للنادي المصري، ولكن طبعا مجلس الاداره نفى واكدوا للكابتن طارق يحيى، وده من خلال زيارات مستمره من قبل اعضاء مجلس الاداره بالتواجد في مران الفريق، والتاكيد للكابتن طارق يحيى على ان ما فيش اي كلام من دوت وعلى ان. طب سؤالي يا ايمن، بس هل هم جددوا الثقه ولا اكدوا له؟ ركز في الكلام اللي انا بقول لك عليه. لا، هو ما فيش تجديد ثقه. هو ايوه، اصل اول بص هديلك نصيحه كده بحكم عملي في الشغلانه دي بقالي 20 سنه دلوقتي. اول ما يجدد الثقه تعرف ان بعد اسبوعين ماشي. بالظبط كده. اول ما تسمع كلمه تجديد الثقه تعرف انه خلاص فاضل له اسبوعين بكتيره، يعني لما يطول يبقى شهر. فطالما اكدوا ما جددوش، دي غير دي خالص. لا، هو دي بتطول شويه، دي تاخد لها شهرين ولا حاجه. اكد له ان مفيش اي مفاوضات مع كابتن حسام حسن. وكمان الجماهير يا كابتن بداوا ان هو طبعا بيطالبوا كابتن طارق يحيى ان هو ما يشغلش باله باي شيء، وبياكدوا له ان هم دايما وراه ومساندينه، وبيطالبوا بقاء كابتن طارق يحيى لمده موسم. هم طالبين من كده يا كابتن، هم عايزين ان النادي المصري يمر بحاله استقرار فني، نفسهم ان يشوفوا النادي المصري بيعيش فتره استقرار فني ولو لمده ماشي يا طبعا. تمام. في اخبار ثانيه؟ خلينا لو عندك عناوين قول لي عناوين. كان النادي المصري بيحاول ان هو الايام المقبله ان هو يسدد الغرامه الماليه والمستحقات الماليه المؤخره للمدرب.